وكأن الذات شمس وأنت قمر. فحضرة سيدنا النبي هو مرآة ذات ربه، يتجلى عليه بنور ذاته في هذه الليلة. عشان كده اسمها ليلة القدر. لو قفلت 7 أبواب جهنم يتفتح الباب الثامن اللي هو الريان. أنا اللي أقدر أستلم الجايزة وأنا اللي أقدر ما استلمش الجايزة. أعظم الليالي وأيام الله على الإطلاق. ليه؟ لأن ربنا بيشهدنا فيها نوره. السلام على أهل المحب، أنا إنجي الدهشان وده بودكاست تجلي السكون. لحظة نقف فيها نهدى ونفهم، عشان سكون القلب نفهمه وتجلي الكون نعرفه. حلقتنا النهاردة عن سر أول ليلة في رمضان، ومعانا أستاذ عبد الحليم. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك. هنعيد تاني ونقول إن أستاذ عبد الحليم فاجئني. كنا هنتكلم عن موضوع تاني خالص يا أستاذ عبد الحليم، وفجأة رحت قلت لي سر أول ليلة في رمضان. هو ربنا اللي أراد. ربنا اللي أراد. الحمد لله. حديث حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: اللهم بارك لنا في رجب وفي شعبان وبلغنا رمضان. ليه؟ من عظم الأمر في رمضان وفي رجب وفي شعبان. فهي الحديث بيقول: حينما تكون أول ليلة في رمضان نظر الله سبحانه وتعالى إلى عباده، ومن نظر إليه الله لا يعذبه أبدا. ما شاء الله. إذا ده سر من الأسرار العظمى. يبقى هنيئا 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 لمن أدرك الشهر، وهنيئا لمن بلغ الشهر، والحمد لله ان ربنا بلغنا الشهر. كل سنة وانتم طيبين. الحمد لله. الحمد لله. فاذا لما تكون اول ليله، عشان ما نقولش كلام ونعديه، ان رب العزه سبحانه وتعالى من عظم هذا الشهر وامر هذا الشهر لامه سيدنا النبي. عشان كده بيقول سيدنا النبي: نظر الله الى عباده ومن ينظر اليها الله لا يعذبه ابدا. يبقى اذا ده منتهى الرحمة من الله والتجلي اللي بنقوله في السكون والسكينة من الله، لأن من نظر إليه الله. عشان كده سيدنا النبي يقول في الحديث: طوبى لمن نظر الله إليه، طوبى لمن نظر الله إليه. فإذا نظر لينا ربنا ونظر لعباده لا يعذبه. يبقى إذا ده جايزة عظمى وكبرى في رمضان. طب نستعد إزاي أول ليلة؟ هي أول ليلة مجرد إعدادنا واستعدادنا ليها، نحن نستشرفها بالحب، بالاحتفال. بس استعدادنا؟ ما هو كده. ليه؟ لأن حضرة سيدنا النبي هنا هيبان السر بقى تاني. إن حضرة سيدنا النبي لما بيقول: رجب شهر الله، صح، وشعبان شهري ورمضان شهر أمتي. إيه يعني الشهر؟ هل هو الشهر المقصود 30 يوم؟ لا، هو علامة ودلالة. لأن كلمة شهر في الحقيقة هي الإشهار أو الإعلام أو الإظهار. مش 30 يوم بس يعني. مش معنى 30 يوم، لأن الشهر أصلا غالبا الشهر العربي 29 يوم، أو إن كان أيا كان عدة الشهر. ولكن الشهر المقصود هنا شهر الله وشهر سيدنا النبي وشهر أمتي، أي الإعلام والظهور والتجلي. بدليل مثلا ما نيجي نقول عشان ندركها، ما نقول الشهر العقاري. الشهر العقاري مش شهر، مش أيام، ده هو الشيء الذي يشهر به الأمر أو يوثق به فيه الأمر. إذن الشهر هو من الإشهار. طب يعني إيه بقى رجب شهر الله؟ لأن في ليلة 27 رجب من عظم هذا الشهر وأمر الله في هذا الشهر إن حضرة سيدنا النبي أعرج به إلى الحضرة العلية، فتشرف بالدخول في الحضرة الذاتية، أي دخل في حضرة نور ذات الله. بإذن في هذه الليلة الإشارة هو يبانه شهر الله، يعني تجلى نور ذات الله على الأكوان، ولم يكن قد تجلى على الإطلاق من قبل. يبقى في هذه الليلة من عظم هذا الشهر وهذه العلامة. يبقى العلامة هنا الإشهار، إشهار نور الله في الأكوان في هذا الشهر اللي هو رجب في 27. يعني إيه؟ عشان كده سيدي محمد المداني رضوان الله عليه من السادة الأكابر، حضرته تونسي، كان شيخ سيدي بالقاسم بالخيري. فبيقول في معراجه في حضرة سيدنا النبي في نور سيدنا النبي: لقد طوى حبيب الله في هذه الليلة ليل البشرية في نهار الذات العلية. فإذا هنا تجلى نور ذات الله على الأكوان. ليه بقى؟ عشان كده حضرة رب العزة ده الجمال كله. هنا السر يبان. يبقى ده عظم شهر رجب،
يبقى إذن مش مجرد ليلة، مش مجرد نحتفل، ده شهر الله، أي تجلى نور ذات الله على الأكوان. عشان كده رب العزة جمع لحضرة سيدنا النبي جميع السادة الأنبياء والمرسلين، وصلى بهم إمام في بيت شعبان. المقدس في رجب، في رجب. 27 في المعراج، في الإسراء. أنا افتكرت بعد كده في شهر لا شعبان. هنقول بعد كده في شعبان. فليه هنا برضو؟ لأن حضرة سيدنا النبي لما صلى بالسادة الأنبياء والمرسلين عشان يكملوا، لأن هم فيها كل السادة الأنبياء طلبوا الإلحاق بالصالحين. فمعنى إلحاق بالصالحين أي تجلى عليهم نور ذات الله في هذه الليلة بتجلي رب العزة على حبيبه سيدنا النبي، لأنه هو طوى ليل البشرية كاملة في نهار الذات العلي، فتجلى نور ذات الله بالظهور على الأكوان. وده سر رجب، عشان كده هو شهر الله. طب شعبان شهري حضرة سيدنا النبي ونعم ذاته الشريفة. إذن هذا النور لتلقاه حضرة سيدنا النبي من نور ذات الله. عشان كده أهل الله يقولوا إن حضرة سيدنا النبي هو العبد الوحيد عبد ذات، وجميع الخلق عبيد أسماء وصفات. يعني إيه؟ حتى يقولوا في المثل الأعلى يعني لله، وكأن الذات شمس وأنت قمر. فحضرة سيدنا النبي هو مرآة ذات ربه، لأن هو نور من نور الذات. فإذا هنا النور اللي تلقاه حضرة سيدنا النبي في 27 رجب اللي هو شهر رجب شهر الله وإشهار نور ذات الله في الأكوان، فهذا الشهر اللي هو شعبان يتشعب نور ذات الله من سيدنا النبي في الأكوان. فده عظم، عشان كده شعبان وشهري. ليه؟ لأن يتشعب النور الذاتي في الأكوان للخلق جميعا. وده عظم شهر شعبان، إنه شهر سيدنا النبي، أي إظهار وإعلام نور ذات الله اللي تجلى على حبيبه فشاع وتشعب في الأكوان في شعبان. ما شاء الله. طب شهر رمضان بقى، هنا بقى يبان شهر رمضان. عشان كده بقى سيدنا النبي لما يقول حينما تكون أول ليلة في رمضان، لو الشهر بقى يظهر الإشارة والعلامة، نظر الله إلى عباده ومن نظر الله إليه لا يعذبه أبدا. هنا السر هيبان إن هو يعني إيه شهر أمتي، لأن في شهر رمضان السر هيبان هون ليلة القدر. وإيه هي ليلة القدر؟ أن يشهد الله أهله من صام لله حق الصيام، يشهده حقيقة القدر الأعظم، أي يشهده نور الذات، يتجلى عليه بنور ذاته في هذه الليلة. عشان كده اسمها ليلة القدر. طب احنا عارفين كلمة ليلة، طب ما معنى القدر؟ فعلا يعني ايه قدر؟ ليلة القدر الحديث الصحيح رب سيدنا النبي يقول وما قدر الله حق قدره. وحضرته يقول في الحديث الصحيح ولا يعلم قدري إلا خالقي. إذن هذه الليلة هي ليلة إعلام وشهود القدر الأعظم، أي تجلي نور ذات الله على العباد المؤمنين اللي صاموا في هذا الشهر. عشان كده هو شهر الأمة، وهو شهر شرف عظيم أن ينال هذا العبد اللي صام لله وتجلى عليه الله في أول ليلة بنظره، أن يشهده القدر الأعظم في ليلة القدر. عشان كده سلام هي حتى مطلع الفجر. هنا مش الفجر بمعنى الظرف، لا بالراحة علينا كده، بالراحة خدنا واحدة واحدة عشان الناس تقدر ما تجريش مننا. احنا دلوقتي في أول ليلة. نعم. دلوقتي احنا المفروض ان شاء الله يكون الاعلان جه ان احنا اول ليله نعمل ايه ان شاء الله. كل سنه واحنا طيبين. حضرتك دخلتنا ليله القدر وجري بينا الشهر كده. احنا لسه بنقول هل هلاله هنقول له ودعنا. لا ده احنا كده عشان نبين عظم الشهر اللي هو اشهار واظهار نور ذات الله في عباده وتجليه على عباده. يبقى ده سر. طب خدنا واحده واحده. هنا بقى رمضان. عشان كده ربنا يقول سبحانه وتعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم. هو احنا بنشهد الشهر ولا بنشهد هلال الشهر؟ حتى مش في هلال الشهر بنقول تحري الرؤية، انما هنا شهود الشهر اي اشهاد الامر بشهود حقيقي. ده سر القدر بقى. وليلة القدر احنا بنشهد فعلا. عشان كده هو شهر الأمة، لأن احنا في رجب سيدنا النبي شاهد نور ذات الله وتجلى نور ذات الله على حبيبه فتشعب في شعبان. إذن احنا في رمضان بنشهد الشهر. يعني ايه؟ نشهد تجلي نور ذات الله علينا. الله أكبر. ده سر عظيم وسر الشهر عظيم. ليه بقى تاني؟ عشان كده الصيام بقى
على الحقيقة. احنا كنا اتكلمنا في الحلقة من الحلقات السابقة ان الصيام على الحقيقة ما هوش الامتناع عن الاكل الطعام والشرب والشراب بس. بالظبط كده. عشان كده اتكلمنا في حلقة من الحلقات دي فعلا. ليه؟ لان انا لو قفلت جميع ابواب الشهوات اللي هي السبعة، وقلنا ان هي دي ابواب سبعة، يا ريت نعيدهم تاني. ابواب سبعة. يبقى اذا الصيام عشان يكون صيام على الحقيقة، عشان كده اهل الله قالوا الصيام 3 أنواع. صيام العام هو صيام عن الطعام والشراب، وده سيدنا النبي نهى عن الصيام بهذه الطريقة. ليه؟ لأن الحديث صحيح كده، قال ليس لله حاجة في أن طعامك وشرابك وقد سببت هذا وشتمت هذا، يعني ارتكبنا موبقات تانية. فإذا الصيام بقى الدرجة التانية اللي هو قفل جميع أبواب الشهوات اللي هي السبعة اللي قلناها في قبل كده في حديث سيدنا النبي اللي بيقول حضرته بيقول والله لأن الجنة والنار لأقرب لأحدكم من شراك نعله. أن الجنة والنار يعني أقرب إلينا من شراك نعلنا، هم فينا، الأبواب فينا. عشان كده والعياذ بالله أبواب جهنم 7 وأبواب الجنة 8 اللي هو يزيد الريان. حضرتك كنت قلت لنا إن هم موجودين في الأرض، يعني جنتنا فينا إحنا ونارنا موجودين فينا. ما يعني إيه أقرب إلينا من شراك النعل؟ يعني على الأرض. وزي ما قلنا قبل كده بمنتهى البساطة، لو أنا قفلت الأبواب السبعة اللي هم إيه؟ هذا اللسان هل يكب الناس الحديث على مناخيرهم والعياذ بالله في جهنم يوم القيامة إلا حصاد ألسنتهم. يبقى إذن اللسان هو اللي بيدخل النار، أدي أول باب. ولو كان اللسان ذاكر وقارئ قرآن ومتصدق بالخير بالكلمات الخير كل ده جنة. ففرصة دلوقتي إن احنا نمسك في القرآن ونمسك لساننا، نقفل الباب. يعني لما نتنرفز الصبح في رمضان واحنا صايمين نفتكر إن ده باب جنة أو باب نار، جنة أو نار. وأدي أول باب. تاني باب زي ما قلنا الأنف اللي هو تلصص الريحة. بالزبط. إن أنا لو شميت ريحة حلوة، لأن الله متجلي لنا بجماله بالعطر والعطرة، أقول الله، نقول الله. فأنا لو شميت ريحة حلوة وقلت الله دي جنة وذكرت الله، لو أنا شميت ريحة كريهة مش من حقي بالزبط. مش من حقي يبقى فيها والعياذ بالله نار. أدي تاني باب. ثالث باب النظر. لو أنا نظرت للجمال الله في الكون وسبحت الله بما نظرت وبما شاهدت وأقول الله وأذكر ربنا وقراءة القرآن والأذكار، فده كده دخلت الجنة. وده كله فعل جنة وده باب جنة. لو أنا نظرت إلى المحارم والعياذ بالله يبقى نار، صح، يدخل النار. يبقى ادي ثالث باب فينا احنا. يعني حاجة عايز تقولي ان جنتي بإيديا وناري بإيديا أنا المالك وإسبعنا هيبان، غير بقى الجنة والنار اللي هي عند ربنا. ما هي تطلع إزاي؟ عشان كده محضر سيدنا النبي قال ألا أن في الدنيا لجنة من لم يدركها لم يدرك جنة الآخرة. وده المعنى. حتى برضو قلت الحديث قبل كده، محضر سيدنا النبي يقول الجنة تحت أقدام الأمهات. صح. هو كلام؟ لا. طب هي فين؟ ما أنا عايز أدركها. إذن هي مش كلام، ده حقيقة. نرجع تاني عشان ما نتوهش السادة المشاهدين. أدي 1 2 3 الباب الفم الرابع الأنف والنظر. الباب الرابع الأذن. لو أنا تنصت على سماع القرآن، إذا قرأ القرآن فاستمعوا إليه وأنصتوا لعلكم ترحمون، أنصت للقرآن فأنا هدخل الجنة. يبقى ده فتحت لنفسي باب جنة وبل باب الجنات. صح. لو سمعت بأذني سيرة الناس وقالوا قلنا ده نار، يبقى والعياذ بالله دخلت بفعل ده بالسماع الباب جهنم. يبقى آدي في المنطقة دي بس 4 أبواب. الباب الخامس الإيد. لو أنا قدمتها للخير وكل أعمال الخير والإطعام والست اللي بتحضر فطار ولادها وجوزها ولحد طيب ويحتاج كل الخير، يبقى كل ما تمد الإيد بالخير والصدقات لأهل يعني الله. السيدات كلها اللي بتخش المطبخ في رمضان دي في الجنة. ده في الجنة. ما عشان كده ما هي الجنة مش تحت أقدامهم. صح. ما هو ده الفعل. يا بختنا بقى بتؤدي هي فعلا وكل أفعالها. فهنا إن لو الإيد تقدمت للخير فده فتح باب جنة. لو تقدمت والعياذ بالله للشر، والراجل هو راجع من بره كده يطبطب على مراته ويقول لها شكرا كده جنة. آمين، لأن هيدخل الجنة. أيوة طبعا، وهيدرك الجنة. أيوة. إن شاء الله. إن شاء الله. فهنا لو تقدمت الإيد للشر تبقى نار. يبقى ده برضو باب، هو خامس باب. لو عملت بفعل إيدي جنة وعملت أنا بفعل إيدي نار. فأنا هل قادر أفتح وأقفل. الباب السادس الرجلين. لو أنا سعيت في الخير وأعمل خير للناس وأقدم خير وأقدم صدقات وسعيت في كل الخير ما هي الجنة. صح. لو سعيت والعياذ بالله لشر
ما ده والعياذ بالله باب نار. يعني احنا عايزين ناخد بالنا بنروح فين في رمضان، بنتكلم بنقول ايه، بنشوف ايه، ما بنسمع هو ده ايه، شوية هيبان. حاجات ما بسيطة هي كل جدا تدخلنا حركاتنا الجنة. هي اللي هتبين ايه، ما هيوضح الكلام ازاي. الباب السابع عشان هم 7 والعياذ بالله، جهنم والعياذ بالله، الفرج والبطن، اللي هو ايه؟ لو انا اكلت حلال وتحريت اكل الحلال واطعمت حلال، يبقى انا فاتح باب جنة طبعا. ولو انا استخدمت والعياذ بالله شهوتي في الحلال، هي دي الجنة. ولو انا استخدمت اكل او اكل وشرب في حرام، فده نار. صح. والشهوة والعياذ بالله تبقى نار. اذا هنا دول ال7 ابواب. ايه بقى الباب التاني؟ لو قفلت ال7 ابواب هم بقى يبقى فينا احنا هم. لو قفلت 7 ابواب جهنم، يتفتح الباب الثامن اللي هو الريان، باب الصيام. الله. عشان كده حضرة سيدنا النبي قال ايه؟ هيبان السر هو بقى. الصيام جنة. جنة يعني ايه؟ ان انا بقفل بقي نفسي من ال7 ابواب جهنم، بقفلها بايديا، فبيتفتح لي اوتوماتيك الباب الثامن اللي هو باب الريان، اللي هو لا يدخله الا الصائمون. اذا هنا لما اقفل الابواب، اذا الصيام الحقيقي ان اصوم عن ال7 أبواب اللي هي ابواب الشهوات، ادخل الجنات. ده حقيقة. يبقى إذن الصيام، يا ربنا يجعلنا من أهل الصيام على هذه الحقيقة. أمين. وفي الحالة دي على فكرة، لو أنا قفلت هذه الأبواب ال7، نفسي كاملة تتعزل مني. لا إزاي؟ وروحي هي اللي تتحرك. ليه؟ يعني 7 أنفس كده أبقى أنا ال7 أبواب. ليه؟ 7 أنفس. قفلت أبواب اللي هي والعياذ بالله ابواب جهنم اللي هي فيا انا. ما ده حديث سيدنا النبي اهو، لان الجنه والنار لاقرب لاحدكم من شراك نعل. يبقى هم فينا، في هذا الانسان. عشان كده الانسان ده مش مخلوق بسيط. وذلك سيدنا علي لما يقول مقوله: يا ايها الانسان لا تعتقد بانك جرم صغير وقد انطوى فيك العالم الاكبر. اذا دي الابواب لو انا قفلتهم ال7 كده ربنا يعني حاطط لي عوازل على. يبقى انا صمت على الحقيقه، صمت الصيام الحقيقي. انما مثلا اصوم واكل عن الصيام والشراب وفتحت اي باب من الابواب، يبقى انا. طب هنا لو انا وقعت في باب منهم، يعني خليني كده ايه مع حضرتك، دخلنا في الشهر واول يوم وتاني يوم وتالت يوم ربنا قدرني ان انا اقفل 7 بيبان بتوعي. نعم. غلطت في باب من البيبان، اعمل ايه؟ والله ما ربنا كريم وربنا عظيم، استغفر. احنا برضو بشر. صح. وربنا مسامح وربنا كريم، ففعلا احنا بنستغفر، وهو ده الابواب مفتوحه. عشان كده لما حديث سيدنا النبي: اذا كان اول يوم في رمضان او اهل رمضان غلقت ابواب الجنه الجحيم وفتحت ابواب الجنان. ما هو ده على فكره اهي، لان احنا لو قفلنا احنا هتتقفل ابواب الجهنم علينا. يعني انا معايا مفاتيح، انا اقفل. عشان كده ما ربنا ده الحديث صدق الحديث اهو: اذا كان رمضان في اول رمضان اهو، فبيبقى ربنا سبحانه وتعالى بيقفل، بتصفد الشياطين عشان ما فيش حاجه توزنا او تشتغل علينا من رحمه الله، عشان ناخد تجلي ربنا علينا في انفسنا. ما هي خلاص، ما انا قفلت. ولذلك هم ال7 أبواب، هم دول 7 أنفس أو ال7 أبواب للنفس. لو أنا قفلت ال7 نفسي ماتت فيه. هيبقى أعتقد إن هي ال7 أبواب للنفس الأولى اللي هي الأمارة بالسوء. بالظبط. ليه بقى هنا؟ عشان كده لو أنا دول اتقفلوا وبقى الصيام جنة على الحقيقة، فهنا بيقولوا أهل الله فتغيب الترقي بقى. لا، ما تغيب شمس النفس ويشرق فينا نور الرب. الله. من غابت فيه شمس نفسه أشرق فيه نور ربه. ففينا أشهد رمضان على الحقيقة بقى أهو، أشهد الشهر، أشهد نور ربنا. ليه؟ لأن أنا قفلت فعلا الأبواب حقيقة وتحكمت. وزي ما حضرتك تفضلتي، إنسان ممكن يخطأ، ممكن يعمل حاجة، يستغفر ربنا، إنسان بيرجع تاني. حتى برضه في الوضوء نفس الأمر في الوضوء، سبحان الله وسر عجيب. سيدنا النبي بيقول في الحديث: إذا توضأ أحدكم وأحسن الوضوء وقال بعد الوضوء 10 مرات: نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله. ده شهود حقيقة، مش كلمة هنقولها طبعا. فهنا فتحت له أبواب الجنة 8، دخل منها من أي منها شاء. إذن الوضوء وقاية. وضوء ليه؟ لأن أنا بحمي نفسي بالنور. بتوضأ زي ما قلناها برضو قبل كده، بتوضأ. يبقى لو أنا في رمضان صايم وقافل ال7 أبواب ومتوضي على طول، إن شاء الله الإنسان بيبقى مواظبين على الصلاة وعلى قراءة القرآن. يبقى هنا في الحقيقة يعني حتى ننوي النية إن إحنا على طول نبقى متوضيين. وهي بالظبط. وهي لو النية كده هي خلاص. عشان كده يبان لنا بقى سر
فمن شهد منكم الشهر. كده احنا نقدر نشهد الشهر. ليه؟ أنا هتغيب فيها شمس نفسي ويشرق فيها نور شمس ربي، فأكون معد ومستعد لإشراق ليلة القدر علي، أو يشهدني ربنا النور الذاتي والسر الساري، أن يشهدني القدر الأعظم. عشان كده لما رب العزة بيقول سلام هي حتى مطلع الفجر، ده فجر نور ربنا فينا، الله. يتفجر فينا نور ربنا. إذن الرمضان والصيام من الأسرار. عشان كده سيدنا النبي كان دايما دعاءه اللهم بارك لنا في رجب، وبارك لنا في شعبان، وبلغنا رمضان. هي كده ربطت ال3 شهور ببعض. نعم. يعني حسستنا ان هم جزء واحد وتكملتهم بإيدي أنا في رمضان. الجايزة الكبرى رمضان بالظبط. يبقى إيه الجايزة في رمضان؟ عشان كده بإيدي أنا. أيوة، يعني أنا اللي أقدر أستلم الجايزة وأنا اللي أقدر ما استلمش الجايزة. بالظبط. ولذلك ما هو ربنا احنا كلنا بنتنسم رمضان ونتنسم رمضان. لما حدث سيدنا النبي يقول ألا أن في أيام دهركم لنفحات، ما هو دي أعظم النفحات. صح. إن ربنا بيتجلى علينا مباشر، نتعرض لها، بينظر لينا مباشر في أول ليلة. يعني مش واخدين بالنا ليه؟ ده ربنا من نظر إليه الله لا يعذبه أبدا. يعني خلاص، يعني خد الجايزة الكبرى، خد الجايزة العظمى. إذن رمضان سر عظيم. من بعد شعبان ما تشعب نور ذات الله من نور سيدنا النبي في الأكوان، وبعد تجلى لينا ربنا بنور ذاته في 27 رجب. يبقى عندنا 27 رجب، عندنا 15 شعبان، عندنا 27 رمضان. يبقى دي أعظم الليالي وأيام الله على الإطلاق. ليه؟ لأن ربنا بيشهدنا فيها نوره، بيشهدنا فيها جماله، بيشهدنا فيها خيره، فتجلي فوق ما ندركه. فده يخلينا بيرقق القلوب فعلا، نحن نبقى أهل عطف على المساكين وعلى الفقراء، والناس فعلا بتتسارع في الشهر ده بفضل الله للخير. ليه؟ لأن احنا بتبقى الروح حاضرة، الشيطان بعد ربنا عننا. بس النفس قوية، لازم احنا يعني نهذبها في رمضان. ما هو ليه برضه هنا في سر يبان تاني. ليه؟ إن هو أنا بحب حضرتك عمال تقول لنا أسرار رهيبة في الحلقة دي. ما شاء الله. ما هي عشان لما ربنا يقول من شهد منكم الشهر، ما فعلا في إشهار. صح. وفي شهود، اللي هو إيه؟ شهود نور الله فينا، تجلي الله علينا، ورحمة الله المتجلية فينا عيان بيان. عشان كده بنحسها وبندركها إن أيام غير عادية. الروح طايرة، الروح حاضرة، ما شاء الله الرحمة رجعت للناس. سهلة. في تجلي جميل، كله يسارع بالخير، عايز يأكل وعايز يشرب. فإذا هنا بقى يبان السر في النفس. ليه؟ إن هي بتبعد عننا شوية في رمضان. ربنا بيبعد عننا والعياذ بالله الشياطين تصفد والعياذ بالله، وربنا يفتح لنا كل الخير بنور ربنا ونور سيدنا النبي فينا. فهنا الصيام على الحقيقة، وأنا قلته قبل كده كحديث قدسي، إن رب العزة سبحانه وتعالى لما خلق النفس الأولى، النفس الكلية، ووضعها أمام حضرته، فبيقول للنفس، ما هي من عظم أمر النفس، لأن هي أمر عظيم. نفس الإنسان دي حاجة صح. مش عادية. فربنا لما خلقها من نور ذاته الشريف وضعها أمامه، فبيقول حديث قدسي، بيقول من أنا ومن أنت. فالنفس قالت أنا عليها قبل كده. وأنت يعني لها ذاتية أمام الله. ففرض عليها وضعها في العذاب في النار 100 سنة، ورجع يسألها 100 سنة من أنا ومن أنت؟ قالت أنا وأنت أنت. يعني ليها آنية عنيدة أمام الله، بعند نفس الجبارة. فحطها في الزمهرير اللي هي النار المعاكسة 100 سنة تاني، ورجع يسألها من أنا ومن أنت؟ قالت أنا وأنت أنت. تجبر. سلمي بقى يا نفس. تجبر. شوف النفس جبارة فين. فرض عليها الصيام 100 سنة، ورجع يسألها، قال لها من أنا ومن أنت؟ قالت أنت الله ولا إله إلا أنت. يعني أنا كده فهمت حضرتك إن الصيام الباب الوحيد اللي أقدر أخش عليه على نفسي. أيوة. عشان أهذبها. أيوة. عشان أرقيها. يبقى إذن النفس هي إيه؟ هي 7 أبواب جهنم لو أنا قفلتهم تتلاشى. عشان كده نشهد رمضان، ونشهد ليلة القدر، ونشهد يشهدنا الله القدر. لا قولهم بقى كده بسرعة. إيه؟ اللي هم ال7. الكلام، الأنف، العين، الأذن، الودان، الإيد، الرجل، الفرج والبطن. هم دول 7 أبواب للشهوات، وهي دي أبواب النفس. فلو قفلناها كصيام حقيقي
يبقى احنا دخلنا من باب الريان، من اوسع باب لدخول رحمة الله ولنور ربنا، وهو باب الريان. احنا بقى نستعد النهاردة خلاص رمضان، كل سنة وانتم طيبين. نقفل السبع ببان. الحمد لله. خلاص ننوي النية دي ان ربنا يعيننا، لان النفس يعني نفس صعبة. جبار. فلما اطلب من ربنا يعيني على نفسي، وان انا اقدر اقفل السبع ببان. ان شاء الله اعدي رمضان على خير. ما هي بقى هي دي الجايزة بقى الكبرى، يعني شوف ربنا مدانا السر اهو خلاص اهو نظر لينا في اول ليله فلا نعذب، وجعلنا في هذه النفحات وهذه الابواب مقفوله، واحنا في الجنه على الارض. معنى كده اتفتحت لنا الجنه كامله على الارض، ودخلنا الجنه وزي ما احنا موجودين. يبقى الجنه مش فوق وتحت، لا الجنه معايا، مين مالك ومين رضوان، مين اللي بيفتح ومين اللي بيقفل. يبقى ده من عظم امر الانسان، لانه هو خليفه الله، إنسان مكرم عند ربنا فجعل فيه السر. فده من الأسرار اللي ربنا أودعها فينا وأظهرها لينا أهل الله ورجال الله، اللي هم أهل المشاهدة، أهل العلم بالمشاهدة، اللي هم السادة الأولياء. يعني مثلا لما عشنا مع أسيادنا أهل الله، ما هم العارفين بالله، ما هم أهل الشريعة، هم أسيادنا العلماء علمونا ودركونا وعرفونا. ولكن أهل الحقيقة والعرفان بيدوا فهم من العلم في نوع من المشاهدة أو نوع من الحضور بالقلب. ففعلا إن احنا يا رب في هذه الأيام وهذه يعني عودة رمضان علينا بخير، وإن ربنا بلغنا رمضان والحمد لله، أن يكون خير لينا والأمة سيدنا النبي، ويكون فرج لينا وعلى الأمة وعلى خلق الله جميعا، لأن دي أيام مفترجة وأيام مباركة. عشان كده العجيب نلاقي إن جميع الفتوحات والغزوات الإسلامية كانت في رمضان. ليه؟ لأن هنا بتبقى الروح حضرة. كنت لسه عايزة أسأل حضرتك، هي أغلبية الغزوات كانت في رمضان؟ هي أغلبية الغزوات في رمضان، وحتى كمان فتح مكة. ليه؟ وحتى الحروب اللي كانت فيها نصر وعز الأمة كانت معظمها في رمضان، 6 أكتوبر. ليه برضو؟ لأن رمضان بيبقى فيه حضور الروح عالية جدا. بإنسان المقاتل عموما بيبقى محتاج يحضر بروحه أقوى من نفسه، فبالتالي رمضان بيبقى هو معدل كده أصلا. عشان كده برضو حتى في حضرة سيدنا المسيح وأمنا العذراء تلاقيهم إخواننا عندهم صيام كتير. صح، ما شاء الله. طول السنة، أغلب السنة، لأن سيدنا المسيح هو روح، وهو نور من الله، وهو روح الله. فالروح دايما غالبة على الحال. عشان كده الروح لما بتبقى غالبة بيبقى النفس مش موجودة، فهو بيعتبر في حال صيام دائم، في حال الصيام الدائم. وده من الأسرار، وده سر بيصوموا عن الروح. يصوم اللي هو صيام الروح فعلا. ولذلك تلاقي حتى الروح، وذلك ربنا لما يقول لنا في القرآن: ولتجدن أقرب الناس مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. ليه؟ لأن فينا مودة، وده سر. عشان كده كلمة النصارى سبحان الله دايما تطلق على اللي هم أنصار سيدنا المسيح، تطلق على أسيادنا وأخواتنا معانا في مصر. صح، هم كلهم في الخير، وذاك في بيننا رحمة ومودة وأخوة حقيقية. صح. ولذلك حتى اللي ليه حد من حبايبه، كان ليه صديق رضوان الله عليه، يعني كان يصوم معايا رمضان فعلا. هم بيحتفلوا معانا برمضان والعيد، واحنا بنحتفل معاهم. يا ربنا يجعلنا على طول كده في مصر أرض مليانة خير، روح عالية. صح. فإذا احنا لما بنتحد في الروح في رمضان بيبقى ده حال حقيقي. ولذلك ربنا جعلنا كده، وده سر مصر دلوقتي، ان الراجل ربنا يعينه ويكرمه، سيد رئيس الجمهورية والبابا تاودروس ومولانا سيدي أحمد الطيب. فعلا الحالة اللي احنا فيها دي بالذات لما تبقى موجودة في رمضان بالمحبة، ونلاقي الزيارات دي موجودة، دي حقيقة على فكرة، حقيقة. لا دي حقيقة، مش مظاهر، دي حقيقة مصر، ده حقيقة. ده من أول لما وعيت على الدنيا وقبلية، هي ده الترابط، هي دي الحقيقة بالظبط. ليه؟ لأن في حد حاول يعمل حاجة غير كده، لا مش هتقدروا. لا. لأن احنا الروح واحدة. صح. والحال واحد. إذن هي فرض الصيام. عشان كده ربنا يقول: كما كتب على الذين من قبلكم. إذن الصيام هو الروح الحقيقية مع الله، وتجلي علينا نور الله. فزي ما هو متجلي علينا في رمضان، ما هو متجلي على إخواتنا وحبايبنا بصيامهم برضو. فبالتالي احنا الحمد لله مصر فيها سر عظيم. وسبحان الله فعلا يقولوها معظم حتى اخواننا في الدول العربية، يقولوا ما نحسش برمضان إلا في مصر.
طب عايزة حضرتك تقسم لي 10 نعمل ايه في 10 الأوائل والوسط والأواخر؟ ما هو ده تقسيم حضر سيدنا النبي. أوله رحمة، ووسطه مغفرة، وآخره عتق من النار. إذن فعلا هي رحمتنا مع بعض وتراحمنا، واللي عنده حاجة بينه وبين حد لا ينساها. ليه؟ لأن فعلا في تجلي، يمسك سماعة التليفون كده ويتصالح مع الدنيا كلها. بالظبط. وحتى نرجع لذكرياتنا، بالذات الكبر في السن زينا، بيشوف نرجع قد ايه ايام رمضان كانت جميله، كانت حلوه، كان فيها روح عاليه قوي. فاحنا بنحاول نحضرها ونستحضرها لينا ولولادنا ولاحفادنا، نفس الالفه دي، نفس الروح، نفس روح التجلي. ما دي الرحمه، ما هي دي الرحمة. أوله رحمة ووسطه مغفرة. سيدنا النبي يقول الكلام ده حقيقة. إذن إحنا بندخل في الرحمة حقيقة، وبندخل في المغفرة حقيقي، وبندخل في العتق من النار حقيقي. فربنا بيشهدنا القدر، فيرب يجعلنا بحق هذا اليوم، بداية هذا الشهر المبارك، من أهل القدر ومن أهل شهود القدر. ربنا يتجلى علينا بنور ذاته اللي هو نور سيدنا النبي فينا، فيشهدنا القدر ويعلمنا قدره. عشان كده اللي بيشهد ليلة القدر بتبقى هي بالعمر كله. يعني حتى العلماء يقولوا إن هي خير من 1000 شهر، إن حسبوا 1000 شهر إن هي 83 سنة، يعني هي بالعمر كله، يعني ليلة بعمر الإنسان. طب حاجة ادينا روشتة صغيرة كده، نعمل إيه في ليلة القدر؟ إحنا في أول رمضان، بس معلش نعمل إيه في أول ليلة القدر؟ ادينا روشتة صغيرة كده. هي رمضان كله في قدر وفي تجلي، فإن احنا نبقى قلوبنا حاضرة ونتحرى فعلا يعني حضرتك عايز تقول لي إن احنا من أول يوم رمضان نحط في بالنا ده ليلة قدر؟ كل ليلة ليلة قدر الليلة ده حقيقي على فكرة، ده حقيقة. ليه؟ ما استناش يوم 27؟ لا مش شرط استنى، ولكن هي طبعا هي الجائزة الكبرى. انما في كل ليلة ربنا متجلى علينا، في كل ليلة روحنا يلا حضرة، في كل ليلة مفتوح لنا الريان. فالحمد لله دايما، عشان كده تلاقي تجلي رمضان دايم، الروح عالية أو جميلة أوي، الحضور حلو أوي. يعني إذن في سر بصراحة، وده سر حديث سيدنا النبي: الصيام جنة. الصيام جنة يعني إيه؟ يعني إحنا دخلنا الجنة فعلا، دخلنا اتسترنا بنور يعني الله. كل سنة احنا طيبين، احنا في الجنة دلوقتي، احنا في الجنة، اتفتحت الجنة الله. وربنا نظر لينا، ومن نظر إليه الله لا يعذبه أبدا. فده سر. فالحمد لله ربنا يبلغنا إن شاء الله ونكمل رمضان، ويجعلنا من شهود القدر الأعظم بتجلي نور ذات الله علينا وعلى أمة سيدنا النبي وعلى خلق الله أجمعين. أنا بشكر حضرتك جدا، كان حلقة بجد جميلة، وكل سنة وانتم طيبين، وإن شاء الله استنونا في رمضان في حلقة تانية. آمين إن شاء الله. كل سنة وانتم طيب. وحضرتك طيب. سنة وانتم طيب.